ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الكنافة بالقشطة بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتعجبكم قوي. هقول بقى بسم الله وابدأ معاكم الوصفة. واول حاجة هعملها في الكنافة الشربات. هجيب الحلة بتاعتي واحط فيها 3 كوبايات كبار من السكر، وهضيف عليهم كمان كوبايتين كبار من المية، مية عادية من الحنفية، وهضيف كمان عصرة ليمونة. هجيب بقى المعلقة بتاعتي وهقلب السكر مع المية والليمون كويس جدا لحد ما السكر بتاعي يبدأ يدوب معايا، وده بيكون على البارد، لسه ما رفعتش الحلة بتاعتي على النار. حطيت بقى الحلة بتاعتي على النار وسبت الشربات لحد ما غلي لمدة 7 دقايق، وكده الشربات بتاعي بقى جاهز معايا. شايفين بقى القوام بتاع الشربات خفيف قوي ازاي؟ الشربات بتاعي لما يبرد هيتقل معايا. وكنت عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا في الكنافة. لو بتحبوا الكنافة بتاعتكم قرمشة هتعملوا الشربات زي ما انا عملته بالظبط، 3 كوبايات سكر عليهم كوبايتين من المية. ولو بتحبوا الكنافة بتاعتكم تكون طرية هتحطوا كوبايتين من المية عليهم كوبايتين من السكر. وطبعا عصرة ليمونة دي اساسي سواء في الكنافة المقرمشة او الكنافة الطرية. واخر حاجة بقى هضيفها على الشربات بتاعي هي باكت من الفانيليا. هيكون بقى معايا نص كيلو من الكنافة. انا جبت الكنافة بتاعتي طازة، بعد كده بقى دخلتها الفريزر لمدة ليلة كاملة علشان لما اجي اخرجها من الفريزر وابدأ افرم الكنافة تتفرم معايا بسهولة. هجيب بقى الكنافة بتاعتي واحطها في الكبة كده زي ما انتوا شايفين. الكبة بتفرم لي وتفك لي الكنافة بسهولة. وكنت عايزة اقول لكم على معلومة كمان، ان انا خرجت الكنافة بتاعتي من الفريزر وبدأت على طول اشتغل بيها. بعد بقى ما فرمت كل الكنافة اللي معايا هضيف بقى على الكنافة بتاعتي 3 معالق كبار من السكر البودر. هقلب بقى بايدي السكر مع الكنافة كويس جدا. بعد بقى ما قلبت الكنافة بتاعتي بالسكر البودر هضيف بقى على الكنافة بتاعتي كوباية كبيرة من السمنة. والسمنة والزبدة من الحاجات اللي بتفرق في الكنافة. يعني لو عايزة الكنافة بتاعتك تكون مقرمشة استخدمي السمنة، لو عايزة الكنافة بتاعتك تكون طرية استخدمي الزبدة، علشان الزبدة بتكون فيها نسبة من اللبن فبتطري معايا الكنافة. هقلب بقى الكنافة مع السمنة كويس جدا لحد ما الكنافة بتاعتي تتشرب معايا كل السمنة. خلاص الكنافة بتاعتي شربت كل السمنة الموجودة، كده الكنافة بتاعتي بقت جاهزة معايا. هبدأ بقى اشتغل بيها. هجيب بقى الصينية بتاعتي، والصينية بتاعت الكنافة لازم تكون صينية تقيلة مش خفيفة علشان ما تحرقش معاك الكنافة. هدهن بقى الصينية بتاعتي كويس جدا بالسمنة، ولازم اغرق الصينية بتاعت الكنافة بالسمنة علشان لون الكنافة يطلع حلو معايا. هحط بقى في الصينية بتاعتي اول طبقة من الكنافة كده زي ما انتوا شايفين. هوزع بقى الكنافة بتاعتي كويس جدا في الصينية، والكنافة بقسمها لنصين، نص هيكون للطبقة اللي تحت والنص التاني هيكون للطبقة اللي فوق. بعد بقى ما وزعت الكنافة بتاعتي كويس جدا في الصينية هبدأ بقى اضغط على الكنافة كده كويس جدا، وهبدأ بقى اعلي الجوانب بتاعة الكنافة علشان الكنافة بتاعتي لما تيجي تستوي معايا القشطة ما تخرجش منها. خلاص كده اول طبق بقت جاهزة معايا. هسيب بقى الصينية دي على جنب وهبدأ بقى اعمل القشطة. هجيب بقى الحلة بتاعتي واحط فيها معلقتين كبار مليانين من النشا، وهضيف بقى على النشا بتاعتي كوبايتين كبار من اللبن، لبن ساقع عادي من التلاجة. هجيب بقى المضرب بتاعي وهقلب اللبن مع النشا كويس جدا على البارد. اول بقى ما اتاكد ان النشا بتاعتي دابت في اللبن هبدا بقى ارفع الحله بتاعتي دي على النار. رفعت الحله بتاعتي دي على النار وهستنى القوام بتاع القشطه بتاعتي يتقل معايا. بدأت بقى القشطة بتاعتي تتقل معايا كده زي ما انتوا شايفين. كده القشطة بتاعتي بقت جاهزة معايا، وانا مش بضيف للقشطة بتاعتي اي سكر، هي بيكون طعمها حلو من الشربات اللي انا بضيفه للكنافة. هضيف بقى القشطة بتاعتي على الكنافة كده زي ما انتوا شايفين، ولازم اضيف القشطة بتاعتي وهي سخنة على الكنافة علشان القشطة بتاعتي لو بردت معايا ممكن تجمد. هجيب بقى المعلقة بتاعتي وهبدأ اوزع القشطة بتاعتي كويس جدا على الكنافة، واحاول بس ما يجيش في الاطراف بتاعة الكنافة، احاول بس اوزع القشطة في نص الكنافة بس. هسيب بقى القشطة بتاعتي تبرد معايا علشان اعرف احط الطبقة التانية من الكنافة. هبدأ بقى احط الطبقة التانية من الكنافة بعد ما القشطة بتاعتي بردت معايا.
هوزع بقى الكنافة بتاعتي كويس جدا، واتأكد ان غطيت القشطة بتاعتي كويس جدا بالكنافة. بعد بقى ما غطيت القشطة بتاعتي بالكنافة كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين، هبدأ بقى اضغط على الكنافة كده واظبطها في الصينية. بعد بقى ما ظبطت الكنافة بتاعتي في الصينية كده زي ما انتوا شايفين، هدخل بقى الكنافة بتاعتي الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما الكنافة بتاعتي تاخد لون دهبي من تحت ولون دهبي كمان من فوق. بعد بقى ما الكنافة بتاعتي استوت معايا وخدت لون دهبي من تحت وخدت لون دهبي كمان من فوق كده زي ما انتوا شايفين، والكنافة لسه سخنة لسه خارجة من الفرن حالا، هحط عليها كده الشربات بتاعي. وزي ما اتفقنا ان الكنافة المقرمشة بيكون شرباتها تقيل، وما تقلقوش الكنافة هتشرب كل الشربات ده. هسيب بقى الكنافة بتاعتي 10 دقايق لحد ما الكنافة بتاعتي تشرب كل الشربات، وكمان الكنافة بتاعتي تبرد معايا شوية. انا بقى زينت الكنافه بتاعتي بشويه من البندق. انت ممكن تزيني الكنافه بتاعتك بالفستق، ممكن تزينيها باللوز، ممكن تزينيها بالفول السوداني، ممكن تزينيها بالجوز الهند، او ممكن تسيبيها كده هي اصلا طعمها تحفه من غير اي حاجه. هبدا بقى اقطع الكنافه معاكم. تعالوا بقى ادوق معاكم الكنافه القمر دي. بجد يا جماعه طعمها كان تحفه، مقرمشه من تحت ومقرمشه من فوق ودايبه وطريه جدا من النص. بجد طعمها كان تحفه، وريحتها كانت قلب البيت كله. لازم تجربوا طريقه الكنافه دي، بجد سهله وسريعه وماخدتش مني وقت خالص، وطعمها حلو جدا. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتحطوا لي كمان لايك وشير كمان كتير لاصحابكم. لو بتتابعوني من على اليوتيوب، لو بتتابعوني من على الفيسبوك، يا ريت تدوسوا زر المتابعة واللايك وشير كمان كتير لاصحابكم، وتكتبوا كمان انتوا بتتابعوني من فين. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.